التصميم اللي قدامكم ده أنا كنت رافعه على القناة عندي من حوالي 4 سنين. ساعتها كان محتاج تعب وبحث وقص صور وعمل أرضية وتأثيرات كتير، بس دلوقتي شايفين إزاي بقى يتحول بخطوة بسيطة للشكل ده أو ده؟ طب إيه رأيكم في ده؟ عارفين التصميم ده يوم ما رفعته على القناة كان شكله عامل إزاي؟ طب بصوا دلوقتي كده أو كده. طب إزاي عملت كده؟ وده موضوعنا النهاردة. بعد السلام والتحية، معاكم أخوكم أبو حمزة. تعالوا نشوف عملت كده إزاي. التصميم اللي قدامكم ده يا جماعة أنا كنت رافعه على القناة في بدايتها. مش هقول لكم على كمية التعب والمجهود علشان تقدر تعمل تصميم بالشكل ده، تحتار في القص الصور وفي إضافة التأثيرات، إضافة الإضاءة، ده غير الجودة بتاعت الصور ودمج الالوان مع بعض بحيث يبقى الشكل كله متناسق. طبعا في ظل التطور الرهيب اللي احنا وصلنا له في الفتره دي، فهنعمل مقارنه بين التصميمات اللي كنا عاملينها او التصميم اللي كنت عامله من حوالي 3 أو 4 سنين والنتيجه اللي هيطلعها لنا الذكاء الصناعي. انا هاخد دلوقتي سكرين للشكل اللي انا كنت عامله او النتيجه النهائيه اللي انا وصلت لها، وهروح بيها على برنامج او على موقع شات جي بي تي. هحط هنا الصوره بتاعه التصميم وهكتب له محتاج برومنت نفس الستايل والاسلوب بس بطريقه تكون اكثر احترافيه وجاذبيه. هو الراجل يشكر، شرح لي الاسلوب اللي انا كنت متبعه في الفتره دي، وكتب لي ان هو بوستر رياضي مع لمسه نيون واضاءه مستقبليه والكلام ده، واداني البرومنت اللي انتوا قدامكم ده. انا هاخد البرومنت ده في كوبي وهروح بيه على اي موقع او الموقع المفضل بالنسبه لي اللي هو وش، واضيفه هنا بالطريقه دي واشوف ايه النتيجه اللي هيطلعها لي مع فرق التصميم الاول كان عامل ازاي وحاليا النتيجه اللي هتشوفها قدامكم معايا هتبقى عامله ازاي. هضغط على السهم كده وانتظر النتيجه اللي هتطلع. شايفين يا جماعه النتيجه؟ يعني مفيش مقارنه صراحه. الذكاء الاصطناعي حاليا يعني بقت حاجة تخوف. فرق بين الصورة اللي احنا كنا عاملينها او التصميم اللي احنا عاملينه وبين الشكل اللي الذكاء الصناعي طلعه لنا حاليا. شايفين يا جماعة الصورة عاملة ازاي؟ شايفين الذكاء الصناعي طلع لنا ايه؟ طيب تعالوا نشوف نتيجة تانية كمان. نضغط كمان مرة على السهم ده. شايفين النتيجة دي كمان؟ دي يعتبر يعني مش محتاجة كلام تاني. في ظل التطور الرهيب اللي احنا حاليا وصلنا له بالنسبة لموضوع الذكاء الصناعي، الموضوع ما يخوفش ولا حاجة. الموضوع ببساطة هو بقى يسهل لك الأفكار أو بيديك أكتر من فكرة أو أكتر من شكل أو أكتر من تصميم تقدر تشتغل عليه. انت بقى بشطارتك وبأسلوبك وباحترافيتك هتختار أحسن نتيجة يطلعها لك الذكاء الصناعي وتبدأ تطور فيها. هتضيف بقى الايقونات، هتضيف الاسم، هتضيف ارقام التليفونات، هتحط انت بقى حاجات اللي هي مش هتاخد معاك اكتر من 10 دقايق او 5 دقايق بالكتير. طيب تعالوا نشوف حاجة تانية كمان انا كنت عاملها من فترة، تصميم زي تصميم الكرسي ده. شايفين الشكل بتاع التصميم عامل ازاي؟ يعني تصميم بدائي جدا ومفهوش يعني اي حاجة في وقتها. كان بالنسبة للفترة اللي احنا كنا عملنا فيها التصميم كان التصميم مقبول. مش هقول بيرفكت بس هقول مقبول. بس تعالوا نشوف حاليا الذكاء الصناعي طلع لنا ايه النتيجة او ايه الشكل المتوقع منه. هناخد برضو سكرين للتصميم وهروح بيه على شات جي بي تي وهقول له اديني برضو الاسلوب او البرومنت لنفس الستايل والاسلوب اللي كنت شغال بيه. طبعا هو بيشرح لنا الاول الصورة اللي احنا بنرفعها له وبيديك البرومنت. باخد البرومنت ده كوبي واروح بيه برضو على موقع وش واحطه هنا واضغط على السهم ده كده. شايفين يا جماعة؟ حاجة تانية خالص. اضاف لنا نيون مع تأثيرات في الارضية مع شكل جذاب وملفت. تعالى كمان نشوف حاجة تانية، حاجة تحفة بصراحة. انت ممكن تعدل على البرومنت اللي هو مديهولك. يعني انت لو مش عايز كلام في الارضية زي ما هو حطه، انت ممكن تشيله عشان تضيف انت من عندك الكلام اللي هتحطه، سواء الاسم او العرض او الديسكاونت او ارقام التليفونات. انت بتشوف الترجمه بتاعت الكلام ده ايه وبتحذفها. يعني ممكن انا احذف مثلا الجزء ده بتاع الكلام واشوف النتيجه. شايفين يا جماعه؟ هنا بقى بعد ما حذفت له الكلام اداني الشكل خالص، يعني اللي هو انت تاخده من هنا تحط الداتا بتاعتك او البيانات والمعلومات بتاعتك
وشكرا على كده. مش محتاج لا إضاءة ولا محتاج تظبيط ألوان ولا محتاج أي حاجة تاني في التصنيع. والجميل كمان هنا بالنسبة لموضوع الشات جي بي تي، هو مش بيديك برومنت واحد، هو كمان بيقترح عليك برومنت تاني. يعني هو هنا كاتب لي تحب اجهز لك برومنت تاني بس الاسلوب مختلف، فممكن ناخد برضو نجرب الاسلوب اللي هو مديهولنا ده، واروح هنا على موقع وش واحطه في الجزء ده واضغط على السهم كده، بنتظر اشوف ايه النتيجة. ده اسلوب تاني خالص. برضو لو عايز تشيل الكلام بتحذف الجزء اللي هو فيه الكلام وتعمل له بحث تاني كده. مش محتاج كلام، نتيجة فوق الخيال. شايفين يا جماعة النتيجة؟ حاجة مبهرة. مش عايزكم يا جماعة يعني تضيعوا الوقت او تضيعوا مجهودكم في حاجات ممكن تستغلوها صح بالنسبة للذكاء الصناعي. يعني طور من مهاراتك في البحث او السيرش او في موضوع الكلمات المفتاحية في البرومنت. وطبعا شات جي بي تي سهل علينا كل حاجة، فبدل ما تاخد وقت في توليد افكار من دماغك، انت الفكرة لو هي في دماغك خليها في دماغك، بس اشرحها له بطريقة مناسبة بحيث يديك نتيجة مبهرة. يعني بدل ما انت تبدأ تطبق النتيجة اللي في دماغك على ورق او على تصميم، لا، اوصفها له بالوصف المناسب والدقيق وانتظر منه النتيجة. وكل ما تكون التفاصيل دقيقة وشاملة كل التصميم اللي في دماغك، كل ما يكون عملية البحث أو السيرش أو النتيجة النهائية مبهرة وجذابة. ولكن موضوع درس النهاردة، أتمنى لو عجبكم المحتوى ما تنسوناش بالدعم بتاعكم والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.